وبما اننا مقبلين على رمضان فضروري نحضروا المعسلات الرمضانيه اللي كتزين لنا الطبيله ديال الفطور او ديال السحور ديالنا. غادي نشارك معكم اليوم اسهل معسله ممكن انكم تجربوها. الا ما قديتوش على الشباكيه ما فيكم ما يبقى يشبك. البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش الشباكيه فما عليكم غير بشباكيه الحليب او البوشنيخه، ساهله سريعه ولذيذه بزاف. شوفوا لي الشكل ديالها ما شاء الله واسمعوا لي التقرميشه. كتجي مقرمشه مرمله هشيشه كدوب في الفم ذوبان، واهم حاجه ساهله وسريعه. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير. كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها 250 غرام ديال الزبده. استعملت زبده خاصه بالحلويات، تقدروا ديروا حتى زبده حيوانيه على حسب الذوق وشنو متوفر عندكم. كنحطها كتسخن، من بعد كناخذ كيلو ونص ديال الدقيق الابيض اللي يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات ومن طبيعه الحال يكون مغربل من قبل. ضفت عليها رشيشه ديال الملحه. غادي نحتاج ساشيه ديال الفاني وساشيه ديال الزهر. كنضيف ايضا خماره ونص ديال الحلوه، ما يعادل تقريبا 10 حتى 12 غرام ديال خميرات الحلويات. غادي نضيف ايضا 2 معالق كبار ديال الخل، اي خل كان متوفر عندكم ديال الطعام كتضيفوا منه 2 معالق كبار، كيهشش لينا بزاف المعسله ديالنا. صافي وكنضيف هذيك الزبده وهي سخونه، يعني كتجيبوها من فوق من النار وهي كتغلي، كتضيفوها على الدقيق وكتحاولوا انكم تخدموه بهذه الطريقه باش هكا كيترمل. غادي نضيف ايضا الحليب. احتاجيت واحد الخنيشه ديال الحليب ما يعادل نصف لتر تقريبا، فيها 2 كيسان ديال العنبه ونص ديال الحليب. حليب يكون بارد. كتضيفوه وكتجمعوا العجين وكتكملوا كتجمعوا بالماء. بالنسبه للماء غادي نبقى كنضيفوه بالتدريج حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. العجينه خصها تكون قاصحه ما تكونش رطبه باش هكا كنقدروا اننا نشكلوها بكل سهوله وكتبقى قابطه راسها، ما كترجعش لنا يعني كتلتصق مع بعضياتها وبالتالي ما كتجيش هكا مشبكه. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا بقيت كنضيف الماء وكنجمع العجينه بلا ما نحتاج اني ندلكها مده طويله، غير كيمتزجوا لي المكونات فقط. بالنسبه للمجموع ديال الماء اللي احتاجيته 2 كيسان، بقات لي منهم تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال ديال الماء. ودائما الحليب بارد والماء بارد، ما كنستعملوش لا الماء ولا الحليب يكون سخون. بالنسبه للبنات اللي ما كيستعملوش الساشيه ديال السكر بالنكهه ديال الزهر وكيبغيو يستعملوا ما زهر، فعوض واحد نص كاس ديال الماء من هاد 2 كيسان اللي ضفناهم ديال الماء كديروا كاس ونص مثلا ديال الماء، ونص كاس كديروه ما زهر. كتسبقوا ما زهر هو الاول، عاد من بعد كتبقاو كترشوا الماء غير شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجين. وشوفوا ليا القوام ديال العجين كيفاش دايره، ما كندلكهاش نهائيا، غير كنجمعها صافي. من بعد كنقسمها القطع اللي كيكونوا صغار، كتقطعوها ل 8 ديال القطع او 10 او 12 على حسب. البنات اللي مبتدئات يقطعوا طريفات اللي كيكونوا صغارين ديال العجين باش هكا كتحكموا فيهم بكل سهوله. البنات اللي ديجا كيوجدوا بوشنيخه وكيوجدوا يعني الشباكيه ما عندهمش مشكل، فكتقسموا هكا غير على 8 او 10. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كنغطيها بالبلاستيك الغذائي ضروري باش ما كتنشفش. من بعد كناخذ اول قطعه كنتعامل معها بحال الشكل ديال العجين ديال الشباكيه، ولكن العجين ديال الشباكيه كنورقوها باش كتجعب وكتجينا شاربه العسل. بالنسبه لهاد البوشنيخه ما كتجعبش لنا فاش كنقليوها، ماشي بحال الشباكيه، ولكن ضروري كنورقها هكا او كنطويها بهاد الطريقه هذه باش من بعد فاش كنبدا كنطلق العجين كيجي الشكل ديالها مقاد. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا ضروري من كميه مهمه ديال الدقيق باش العجين ديالنا ما كتبقاش تلتصق لا في سطح العمل ولا من بعد في الماكينه فاش غادي نكونوا نشكلوها. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما ورقت الكميه اللي عندي كامله ديال العجين كنبدا كناخذ اول قطعه وكنبسطها. يعني شوفوا لي الشكل ديالها فاش كتورقوها او فاش كطويوها وكتعاودوا كيفاش كيولي الشكل ديالها. فاش كتبسطوها كتجي بحال الشكل ديال المستطيل، ما كيجيناش بلاصه غليظه بلاصه رقيقه، يعني كتجي الشكل ديالها مقاد. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا بسطتها وقسمتها على 2 غير باش نتحكم فيها بكل سهوله ما تبقاش طويله بزاف. وكناخذها كنطلقها في الماكينه. هنا بالنسبه لي انا كنطلقها مزيان بالدلاك، عاد من بعد كنطلقها غير مره واحده في الماكينه. طلقتها في الرقم 4. بالنسبه للرقم 4 جاني مناسب كل وحده والماكينه ديالها. الرقم 4 كيف ما غادي تشاهدوا معايا كتجي متوسطه ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف. الرقم ديال 5 و 6 جاتني العجين رقيقه بزاف. من بعد كندوزها في البلاصه ديال السباغيتي كيف ما كتشاهدوا معايا وكنحصل على هاد الخيوط ما شاء الله. ودائما دهنوا العجين ديالكم او رشوا عفوا العجين ديالكم بالدقيق باش هكا كيخرجوا هذوك الخيوط مفرقين على بعضياتهم، ما كتخرجش يعني دوك الخيوط كيبقاو ملاصقين. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما درت واحد الكميه مهمه كتخدموا كميه مهمه بكميه مهمه. انا درت هنا 4 ديال القطع ديال العجين
كنشكلهم وكنحطهم حدايا. عاد من بعد كنرجع كنبدا هكا كنقرصهم. يعني الصراحه انا بوشنيخه كتجيني ساهله وسهله بزاف، من اسهل المعسلات اللي ممكن انكم تجربوها في رمضان، خصوصا البنات اللي مبتدئات وما عندهمش مع التشباك، والتشباك كياخذ لهم وقت طويل. فهذه هي الطريقه الاسهل، هي اننا نحضروا بوشنيخه. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كنفوت واحد المسافه وكنقرص مزيان العجين، من بعد كنرجع كنقطعها بواحد السكين. يعني الطريقه راه موضحه مزيان في الفيديو. صافي هنا من بعد غادي نبدا كنهزهم. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجيو غزالين دوك الخيوط، ما شاء الله ما كيجوش نهائيا معجنين او لاصقين في بعضياتهم، كيجيو محلولين كل خيط بوحده. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا وريتكم هنايا اي حبه لقيتو فيها هكا دوك الخيوط مقطعين كتحيدوهم باش من بعد ما كتجيش مشنتفه فاش كتقليوها. كنستمر كنحط في واحد اللاطه ديال الفران او في اي طبق كان متوفر عندكم حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله، وفي نفس الوقت بوشنيخه ديالي كتكون نشفات عاد كندوز كنقليها باش من بعد فاش كنقليها ما كتحلش ليا في المقله. صافي هنا ساليت الكميه اللي عندي كامله، مباشره كندوز كنبدا بهذيك اللاطه اللي بديت بها الاولى كتكون نشفات، وكنخلي هذيك الاخرى هي الاخرى كنبقى غادا شويه بشويه يعني فوق ما وصلت البوشنيخه كنلقاها شويه نشفات. صافي هنا الزيت كتكون كثيره، يعني كتغرق في وسط من الزيت، ما تكونش الزيت قليله باش ما تكونش كتطبع وكتحرق لينا البوشنيخه ديالنا. يعني خاص الزيت تكون بكميه مهمه. كنحطها في الزيت اللي كتكون سخونه وكنقص النار وكنخليها مهيله وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه لهذوك الخيوط اللي في الوسط راه كيطيبوا بسرعه على جهدنا عليهم النار بالزربه كيتحمروا، ولكن كيبقاونا دوك الجوانب اللي قرصنا فيهم العجين، لان دوك الجوانب كيكونوا غلاظ وبالتالي خصهم النار مهيله باش كيدخلهم الطياب مزيان وكيجيو مقرمشين. اما الا جهدنا النار فدوك الخيوط كيبانوا لنا تحمروا وتقرمشوا وجاو زوينين، ولكن فاش كنوصلوا لهذوك الجوانب كنلقاوهم باقيين معجنين من الداخل. فالنار تكون مهيله بحال الشميعه، ونبقى مره هكا كنقلبهم، والزيت تكون كثيره باش ما يوصلوش لنا القعر ديال المقيله ويبقاو يتحرقوا ويبقاو يطبعوا. صافي كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان وكنطفيهم في العسل ديال الشباكيه. راني ديجا شاركته معكم، غتلقاوه في الفيديوهات السابقه في حسابي عنوان الحادقه. صافي هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا العسل يكون بارد باش هكا كيشد لنا في البوشنيخه ديالنا، ماشي بالزربه كيتسقطر وكيحيد. كل ما كان سخون كل ما بالزربه كتنشف لنا المعسله ديالنا من العسل. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا عمرت المقله بواحد القليه واحده اخرى ديال البوشنيخه، وكنرجع لهذيك اللي كتكون طابت كنغرقها مزيان في العسل. كنخليها في العسل مزيان كتشرب على ما طيب لنا هذيك الكميه اللي حنا كنقليو فيها. عاد كنرجع كنحيدها من العسل، ماشي غير كندخلها في العسل وكنحيد هذيك الساعه، كنخليها حتى كطيب ليا هذيك القليه اللي يعني محطوطه دابا كطيب. عاد من بعد كنهز هذه كنحيدها باش كندير هذيك الكميه اللي كتكون طابت في العسل مره واحده اخرى، وكنبقى يعني كنبقى غادا هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان، لان فعلا هاد الوصفه هذه تستحق التجربه. سهله وسريعه وكتجيني انا اسهل من الشباكيه، وكنكها هكا غير بالزهر وبالفاني، لانني مازال غادي ندير الشباكيه باش يكون عندنا مجموعه من المعسلات في الطبيله ديال الفطور ديالنا بنكهات مختلفه. البنات اللي ما كيبغيوش يديروا او اللي ما بغاوش يديروا الشباكيه فياخذوا غير هاد بوشنيخه وينكهوها بالنكهات ديال الشباكيه، ينكهوها بالزعفران بحبه حلاوه وبالنافع وبالقرفه اللي يكونوا مطحونين مزيان، وكتحصلوا على نفس المذاق ديال الشباكيه في بوشنيخه. انا بالنسبه لي درتها بالفاني وبالحليب، لانني مازال ان شاء الله غادي ندير حتى الشباكيه وغادي نشاركها معكم، وبالتالي المعسلات ديالنا يكونوا بنكهات اللي مختلفين ماشي بنفس النكهه كاملين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونالت استحسانكم. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. كتبوا لي في التعليق شنو الوصفات اللي بغيتوها في الفيديوهات القادمه، والى اللقاء.